ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بقى بعد فترة كبيرة من الغياب، وغايبة عنكم بقالي كتير، وطبعا عارفة ان انا مقصرة معاكم. تعالوا كده نرجع شوية لوصفاتنا اللي كنا بنعملها للبشرة وللجسم وللشعر وكده. من الوصفات الحلوة اللي انا بجربها يا جماعة، بالذات في فصل الشتاء. الماسكات الترطيب، وكمان الصنفرة. النهاردة مختلفة تماما عن الصنفرة اللي كنا بنعملها قبل كده. فتعالوا مع بعض يلا نشوف ايه الطبقين دول فيهم ايه، وايه الماسكات التحفة دي، وازاي نستخدمهم، وايه المكونات اللي هنستخدمها النهاردة. وطبعا يعني احنا في الشتاء، ولازم بشرتنا نهتم بيها لان بتجف مننا جدا لو ما رطبناهاش. اول حاجة بقى هنجيب مع بعض كده طبقين فاضيين، اي اطباق عندك بتحبي تستخدميها للماسكات او مخصصة للماسكات. وبعدين تجيبي برضو معالق، كل طبق فيه معلقة يعني نظيفة وناشفة، علشان هنبدأ ان احنا الحاجات دي بنستخدمها على بشرتنا، فعلشان تبقى نظيفة وما تضرش البشرة. اول حاجة بقى هنعملها ايه؟ هنبدأ ان احنا في الطبق الاولاني هنعمل ماسك صنفرة. الصنفرة اللي احنا هنعملها النهاردة صنفرة بالسكر البودر، مش بالسكر الخشن اللي احنا كنا بنعمله قبل كده، او كنا قبل كده برضو بنعمل الصنفرة بالقهوة، يعني بالبن. بنجيب البن بعد ما بنشرب كوباية القهوة او كده، ونبدأ ان احنا نستخدمها كصنفرة. النهاردة بقى الصنفرة بتاعتنا مختلفة شوية، وهي السكر البودر. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين كده، السكر البودرة انا حطيت منه معلقة واحدة بس صغيرة من المعلقة اللي انتوا شايفينها الصفرة دي. عندك طبعا معلقة شاي حطي بيها، وهضيف على معلقة السكر دي معلقة زيت زيتون. ما عندكيش زيت زيتون ضيفي معلقة من الفازلين الطبي، علشان بس لازم تكون حاجة يعني فيها زي يعني حاجة دهنية علشان تمسك السكر. ما ينفعش تكون حاجة فيها مية، ما ينفعش اقول لكم لبن او مية او كده، ان السكر هيدوب فيها. فطبعا الزيت هو بيخليها بالشكل ده. زيت الزيتون طبعا مفيد جدا 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 للبشرة في فصل الشتاء، ما بيحصلش منه تحسس ولا بيهيج البشرة ولا مضر، بالعكس مفيد جدا 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 لشعرنا ولبشرتنا ولجسمنا ولمعدتنا ولكل حاجة. فكده اول حاجة عملتها دي الصنفرة. طبعا عشان نعمل ماسك كويس جدا ويجيب معاكي نتيجة على بشرتك، لازم اول حاجة تبدأي بالصنفرة. ما ينفعش تجيبي ماسك تقومي حاطاه على وشك على طول، لازم تصنفري وشك. تاني حاجة بقى هنعملها هو الماسك. وهنبدأ اول حاجة نحط معلقة من اللبن البودرة، اي نوع بتحبي تجيبيه، لبن بودرة سايب، لبن بودرة اللي هو النيدو المعلب، اي حاجة من دي حطي منها معلقة. وكمان هضيف على اللبن البودرة ده معلقة زيها بالظبط من النشا، او بيقولوا عليه الكورن فلاور، او بيقولوا عليه المايزينا في البلاد التانية يعني. بس احنا عارفين ان دوت النشا بتاعنا، النشا اللي احنا بنحطه على الحلويات والاكل وكده. كمان هضيف زي ما ضفت معلقة صغيرة من اللبن البودرة ومن النشا، هضيف نص معلقة من مية الورد. دي مية ورد خام، وهضيف نص معلقة بس عشان ما تعملش تحسس للبشرة. طبعا هقولكوا فوائد كل حاجة دلوقتي. اللبن البودرة اللي احنا حطيناه بيفتح البشرة وبيرطب البشرة، بيخلي البشرة طرية رطبة. لو ما عندكيش لبن بودرة استبدليه بالزبادي، مفيش اي مشكلة. هنا بقى عندي اللي انتوا شايفينها دي الصبار الطبيعي اللي هو الالوفيرا، او بيسموه صبار او الوفيرا. دوت بجيبه بقطعه زي ما انتوا شايفين كده، وبنضف الاشواك اللي عليه، وبعدين ببدأ ان انا افتحه من النص علشان ابدأ ان انا اخد منه الجل. بصوا بمسك بقى كده اي حاجه عندك، سكينه او معلقه او اي حاجه، تبداي تطلعي منه الجل اللي انتوا شايفينه دوت. هبدا بقى اخد منه معلقه صغيره برضو هبدا ان انا اضيفها على الماسك بتاعي. كده احنا قلنا فوائد اللبن البودرة، ان هو بيرطب البشرة وبيطريها بيغذيها وبيفتحها. طبعا عشان فيه يعني نسبة عالية من الدهون. كمان النشا برضو بيفتح البشرة. وكمان لما بتيجي تستخدميه في الماسكات بينشف على البشرة، وتبدأي ان انتي تفركيه يعمل زي صنفرة بس خفيفة للبشرة. جل الالوفيرا بقى ادخلوا بقى على القناة عندي هتلاقوا، بصوا
يعني ريفيوهات كتيرة جدا جدا عن جل الصبار. ملوش يعني حل، تحفة. هو اصلا يستخدم لوحده كماسك يعني بدون اي حاجة تانية. وهنا بقى هضيف طبعا كل المكونات دي عليها شوية من المية او شوية لبن او معلقة زبادي صغيرة برضو. المهم ان هو يتعجن، يعني المهم ان المكونات دي كلها تعجنيها مع بعض. هنا بقى بقلب كويس جدا جدا عشان كل المكونات تمتزج مع بعضها. بصوا هنا يبقى عامل زي الكريم كده، شايفين؟ متماسك، ولا هو سايل يقع من على بشرتك ويسيح، ولا هو ناشف قوي مش عارفه تفرديه. هو زي ما انتم شايفينه كده، يعني وسط بين السايب وبين اللي هو الايه المتماسك. هنبدأ بقى ايه، جبنا خلاص التاني بقى اللي هو الصنفرة. هبدأ بقى ان انا اضيف يعني بصوا على بشرة نظيفة طبعا مغسولة كويس جدا، وبشرتك تكون نظيفة. وتبدأي طبعا الماسك ده طبعا بتحط على الوش عادي جدا، صنفري وشك بيه وبعدين تبدأي تحطي الماسك على وشك. انا هنا بعمل لكم على ايديا. هبدأ بقى اول حاجة البشرة تكون نظيفة، وابدأ اخد من الصنفرة اللي هي اللي عملناها بالسكر البودرة، وابدأ ان انا بقى ايه اصنفر بشرتي. صنفري بشرتك كويس جدا، اللي هو بتشيلي منها الجلد الميت والخلايا الميتة. وطبعا الصنفرة بتفتح البشرة زي ما احنا عارفين. وكمان بتخلي البشرة ناعمة وصافية كده، ما فيهاش اي حاجة خشنة خشونة او كده. طبعا بقى عند العقل كده اللي هي تكون فيها اسمرار دي، بتبدأي ان انتي يعني تدعكي كويس جدا بالصنفرة، بحيث ان تطلعي كل الجلد الميت اللي هو بيبقى مسبب اسمرار وسواد وحاجات مش لطيفة في البشرة. هنا بصوا زي ما انتوا شايفين، زي ما هتعملي في ايديكي كده هتعملي برضو في وشك، يعني في الوش هيتعمل كده برضو. حاولي بقى تخففي ايديكي على الصنفرة علشان ما تجرحش بشرتك او تعملك التهاب. هنا بصوا بصنفر ازاي. طبعا احنا عارفين ان ميه الورد مفيده جدا جدا، عشان نسيت اقول لكم فوائدها. برضو بتفتح البشره، بتسد المسام اللي هي الواسعه، اللي عنده مسام واسعه بتسدها، بتشيل الحبوب حب الشباب، بتضيع لك حب الشباب خالص. وبتغذي البشره، بتعمل ريحه حلوه في البشره كمان. وبتفتح، دي اكتر حاجه. بصوا هنا بوريكم الفرق بقى. انا كده غسلت خلاص الصنفره اللي انا عملتها، بوريكم الفرق بين الايد دي والايد دي طبعا لسه معملتش فيها حاجه. هنا اهو استخدمنا بس الصنفره. هبدا بعد كده ان انا اجيب الفرشه بتاعتي، فرشه نظيفه كده تستخدميها برضو للماسكات، وتبداي ان انتي تضيفي بقى طبقه من الماسك كويسه جدا على بشرتك، تغطي بقى كل الجلد بتاع بشرتك كده بيها. وهنسيبه على بشرتنا نص ساعه لحد ما نلاقيه نشف. بصوا بتلاقوه كده مسك في البشرة ونشف، وتبدأي ان انت بقى ايه تفركيه. طبعا لما بتلاقي مثلا الطبقة الاولانية خفيفة، بعد ما بتنشف كده تلاقيها خفيفة، ممكن تضيفي طبقة تانية. تلاقي البشرة شربتها كده، تبدأي تضيفي طبقة تانية من الماسك عادي جدا. هنا بقى خلاص خلصت، حتى حطيت على ضوافري على كل حاجة، هو مفيهوش اي ضرر، كلها حاجات يعني طبيعية ومفيدة لبشرتك، مفيش منها اي ضرر خالص. بس كده هبدأ بقى ان انا اسيبه شوية على بشرتي لحد ما تشربه وينشف عليها، عشان ابدأ ان انا اعمله فرك او اصنفره. هنا بوريكم اهو، بقول لكم انا حطيت كمان طبقة تانية من الماسك عشان كده طرية لسه ما نشفتش. فبدأت بقى عشان ما اطولش عليكم، يعني هبدأ ان انا افرك كده بايديا بحركات دائرية كله كده ماشي. طبعا انت هتسيبيه نص ساعة على بشرتك لحد ما تلاقيه نشف خالص، ويبدأ ان هو يتفرك في ايدك. بصوا زي ما انتوا شايفين، هبدأ بقى ان انا افرك كده بايدي، وتخلي البشرة كده تتشربه والمسام تتشربه، عشان طبعا يغذي البشرة. ممكن تعملي الماسك دوت مرتين في الاسبوع، بس الصنفرة خليها مرة واحدة بس عشان ما تجرحش بشرتك او يعني تبقى قاسية عليها. هنا خلاص خلصنا، وبقول لكم هنا بصوا خلصت خلاص ونشفت ايديا. لكم بقى بصوا الترطيب، بصوا النعومة، شايفين قد ايه مفيش جلد ميت، مفيش شايفين بقى الفرق بين الايد دي والايد دي. بصوا في فرق اكيد اكيد واضح جامد يعني. بصوا دي كده تحسوها مطفية، الجلد مطفي فيها، هنا الجلد اتفتح جدا ورطب. هنبدأ بقى هنا طبعا بعد ما بخلص خالص لازم ترطبي ايديكي. اي مرطب بتحبي تستخدميه استخدميه. انا هنا بحب ارطب في الشتاء ببنسينول، علشان يعني بشرتي انا بتجف جامد جدا، فبنسينول بالنسبة لي مرطب حلو يعني مرطب قوي.
تشتريه من الصيدليه. تقريبا الانبوبه دي ب17 او ب20 جنيه، وبتستخدميها بقى ايه ترطيب كده على ايديكي. ممكن تستخدميه على وشك برضو، مفيش اي مشكله خالص منه. ماده البنسينول اللي فيه مفيده جدا للبشره في الترطيب. بقول لكم بقى كده خلصنا وخلاص، وده كان الفيديو بتاعنا، ويا رب يكون كان خفيف عليكم وبسيط، وقدرت افيدكم واقدم لكم معلومه جديده. ولو حد جرب ماسكات تانية للتفتيح والترطيب بالذات في فصل الشتاء يبعت لي او يكتبها لي في الكومنتات. واشوفكم دايما على خير. ما تنسوش اللايك والاشتراك والشير وتفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لكم، وباي باي.